ده كانج راجل اجتماعي درجة أولى وعنده علاقات جامدة. طول ما هو ماشي الناس بتسلم عليه، ناقص الشجر والحيطان بس يكلموه. وبيروح يقعد مع واحد عنده شوية أجهزة طبية مهربة عايزه يتصرف له فيهم. وبيجي واحد اسمه تاي تشون رئيس عصابة. كانج بيقول له جبتلك شوية أجهزة طبية متهربة، إنما إيه عنب، قلت أنت أولى بيهم. فتشون بيسيبه وبيمشي وبيروح يقعد مع جراح مشهور اسمه جو وو، وبيقنعه يشتغل معاهم كجراح شبح، يعمل هو عمليات التجميل لكن بتتنسب لدكتور تاني لكنه ما بيرضاش. وبيروح كانج وراه تشون وبيقول له طب بص على البضاعة طيب يا جدع ما تبقاش قفوش، لكنه ما بيهتمش برضه. وتاني يوم كانج بيقابل صاحبته مي جونج اللي جابت له قرار جي وو، بتقول له انه من اشطر دكاترة التجميل وكان خلاص على وشك انه يفتح عيادة، فاستلف فلوس كتير جدا حتى من الناس مرابي القروض. فحبوا ينتقموا منه ولفقوا له تهمة سرقة خسر فيها عيادته ورخصته الطبية، ومامته توفت من الصدمة ولسه لحد دلوقتي بيسدد في ديونه. في نفس الوقت بيروح جي وو العيادة عايزينه يشتغل معاهم، وبيقابل واحدة بتقول له انهم هيستبدلوا المادة اللي بيشتغل فيها في العمليات بمادة تانية ارخص لها نفس التأثير بس مخدرة. فبيقول لها لا انت عايزة تاجر مخدرات مش دكتور، وبيسيبها وبيمشي. وبيروح على مطعم فبيلاقي اتنين من اللي سلف منهم فلوس، فبيقول يا دي النيلة السودة، بس بيتفاجئ بكانج اللي بيقول له ما تشيلش هم يا ابو الصحاب، انا هخليهم يأخروا لك فترة السداد وكمان هتدفع الفلوس اللي خدتها منهم بس من غير زيادة. فجي وو بيقول له والله تشكر على الواجب الجامد ده، بس هات من الاخر وقول لي عايز ايه. فبيعرض عليه يفتحوا مشروع عيادة تجميل، لكن جي وو ما بيوافقش لانه ما يعرفوش. فكانج بيقول له طب وكده، وبيديله الرخصة الطبية بتاعته. فجو وو بيقول لا اذا كان كده ماشي. وتاني يوم بيروح كانج لتشون وبيقول له جو وو بقى في جيبي، ايه رأيك نفتح منتجع طبي، عيادة وصيدلية وكل اللي قلبك يحبه. فبيقول له هفكر. وبيمشي كانج من عنده وبيكتشف ان صاحب البيت اللي هو فيه عايز يطرده عشان كسر الايجار عليه، فبيقول له انه هيدفع له فلوسه على الجزمة. وبعدها بيروح بالليل هو وجي وو يقابلوا تشون، وبيكون معاه دكتور اسمه جانج اللي جي وو بيعمل عمليات تحت اسمه، وبيتكلموا في المشروع اللي عايزين يفتحوه. وتاني يوم بيروح كانج يعرض على جانج يشتري منه الاجهزة الطبية، بس جانج بيحس ان الاجهزة بنص تمنها وما بيرضاش، فكانج بيديله على دماغه فبيجري منهم على بره. ولما بيطلع بيلاقي مي جونج جايباله اتنين عمل لهم عمليتين تجميل والاتنين وشهم مورم قد البطيخة. فكانج بياخدها وبيقول لها تعالي بس نتفاهم، فبتقول له انسى انا هودي جانج في داهية. فبيقول لها ما هذا ما نصبوا اليه اصلا. فبتقول له بس كده، وبتقف قدام العيادة تشردح له وتجيب ناس تشردح له كمان. وبيبقى جي وو هو المدير الرسمي لعيادات جراحة التجميل مكان جانج، وبيبدأ هو وكانج يعملوا دعاية واعلانات للعيادة كتير، وبيجيبوا ناس يعملوا لهم عمليات تجميل ببلاش ويعرضوا قبل وبعد، وشغل فاخر من الاخر لحد ما العيادة بتتشهر اكتر واكتر، ومش بيبقوا ملاحقين على الشغل فبيجيبوا ناس تشتغل معاهم وتساعدهم، وبيكسبوا فلوس اكتر واكتر ودولارات وبلانكو وفلوس بتكون في البنك. وبيبدأ كانج يقول لجي وو انه لازم يعمل اعلان ووشه الحلو ده يظهر على التلفزيون. وتاني يوم بيتفاجئ جي وو بظباط جايين يقولوا ان في بلاغ ضد العيادة ان جي وو شغال من غير رخصة، فبيعرف ان كانج ضحك عليه واداله رخصة مزورة وبيتخانق مع كانج. فبيحاول يهديه بس بيلاقي تشون بيتصل بيه متعصب وبيقوله انه مش عارف يقول ايه لرئيسه والراس الكبيرة في العصابة لو عرف حاجة زي كده، وبيقعدوا يشوفوا في حل واي واسطة تبعد عنهم البوليس. فجي وو بيقول انه عنده واسطة وبياخد كانج وبيروحوا العيادة اللي جو وو راحها قبل كده، وبيقابل الست اللي كانت عايزة تشغله في المخدرات وبيوافق على عرضها مقابل انها تبعد البوليس عنهم، وبيحصل فعلا وبيشتغلوا بالمادة اللي قالت عليها وبيكسبوا فلوس اكتر واكتر، وكانج بيسدد فلوسه. وبعدها بيعرف ان الرئيس يونج وافق على مشروع المنتجع الطبي بتاعهم، فبيدي لجي وو شنطة فلوس وبيقول له شبرق على نفسك. وبيروحوا بالليل حفلة بيكون فيها الرئيس يونج وبيحاولوا يقربوا منه وبيبينوا له قد ايه هم رجالته الاوفياء، فبيقولوا له ان اسم يونج معناه الواحة وعشان كده هم عايزين يسموا المنتجع بتاعهم الواحة. فبياكلوا بعقله حلاوة وبيعجب بيهم وبيفتتح المنتجع وبيكسبوا فلوس اكتر واكتر. وبيكلم كانج مذيعة برامج عشان تعمل مع جي وو لقاء، وبتعرض حالة كانت ثقتها في نفسها معدومة وكانت بتتكسف تخرج من البيت وازاي اتحولت 180 درجة وبقت بنت جميلة جدا بعد العملية، وبيتشهر اكتر وما بيبقاش ملاحق على اللقاءات. وفي مرة مذيعة بتسأله مين السبب ورا النجاح اللي هو فيه ده، فبيقول ان هو السبب، وكانج بيزعل انه ما جابش سيرته بس بيعدي الموضوع. وبيعرف جي وو انه لغى كام لقاء كان عنده النهارده، فبيتضايق ان كانج عمل كده من غير ما ياخد رأيه، فبيقول له ان الامور دي شغله هو. وبعدها بيروح يقابل وونج اللي بيعرض عليه فكرة مشروع اكبر واكبر، فيونج بيوافق بشرط ان جوز بنته يكون هو المدير. فكانج بيقول له عينينا يا باشا، بس جي وو هنعمل فيه ايه؟ فيونج بيصغر له كده وما بيردش عليه. وتاني يوم جي وو بيقابل الست اللي بياخد منها المخدر اللي
بيشتغل بيه وبتقوله يسيب شغل العيادة ده ويجي يشتغل في عيادتهم، بس هو بيتحمق قوي وبيقول لها اسيب عيادتي واشتغل عند حد تاني، انت عبيطة. فهي بتقوله ما تتحمقش كده، كلنا عارفين انها مش عيادتك بس عمرنا ما نروح نقول. فبيسيبها وبيروح العيادة، بيخلص كام عملية وبعدها بيلاقي تشون جايله وبيقوله على الاتفاق اللي حصل بين يونج وكانج. فبيتعصب جي وو وبيروح لكانج وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشه وبيقوله عاركني. فكانج بيديله قلم بينيمه بيه على الارض وبعدها بيقوله انه فهم غلط وانه قال ليونج انه مش هيستغنى عنه. لكن تشون وسوس لجي وو مرة تانية وقال له ان جوز بنت يونج جاي بعد شهر ومش هيبقى ليك لازمة. فجي وو راح كسر عربية كانج. وتاني يوم كان جي وو في العيادة ولقى كانج جايله وبيقوله عشان تعرف اني بحبك خد عقد شراكة اهو بنسبة 10%. فبيقوله خد فلوسك يا بيه احنا ما بنشحتش. فبيسيبه وبيطلع وساعتها بيجيله تليفون من تشون بيقوله ان يونج لغى فكرة المشروع. فبيروح عشان يكلمه بس بيشوفه هو والست بتاعة المخدر مع بعض ومش بيكون فاهم ايه علاقتهم ببعض. بعدها الصحافة والبرامج ابتدت تتكلم عن المخدر اللي جي وو بيستخدمه وسمعته اتهزت. فراح كانج يتخانق مع تشون لانه فاكره هو اللي ورا اللي حصل، لكن تشون قال له ده انت حبيبي من ايام الجيزة، انما جي وو ده انا ما بطيقوش وعايزه اتخلص منه. وفي نفس الوقت جي وو كان بيقابل الست بتاعة المخدر وكان شاكك فيها، فبتقوله ده انت حبيبي من ايام الجيزة، انما كانج بقى ده اللي ما بطيقهوش. وبتقترح عليه يجيب دفتر الحسابات اللي ماسكه كانج عشان ينتقموا منه، ولما بيروح بيجيبه لها من الخزنة بيتفاجئ بالدنانير والبلانك فبيتضايق منه اكتر وبيروح يدي للست الدفتر وبتسرب الست شوية اخبار تودي كانج في داهية. فبيقرر كانج هو كمان ينتقم من جي وو وبيطلع عليه اشاعات ان البنت اللي جي وو عمل لها عملية وطلعت في البرنامج العملية سابت لها اثار جانبية كتير والبنت عايزة تنتحر، والاتنين بقى مطلوب القبض عليهم. وجي وو بيهرب من الناس والصحافة اللي بتطارده بالعافية. بعدها كانج بيربط الاحداث ببعض وبيفتكر انه شاف تشون والست بتاعة المخدر مع بعض، فبيروح المكان اللي عارف انهم بيسهروا فيه وبيعمل نفسه ظابط عشان يشوف كاميرات المراقبة. وساعتها بيشوف تشون والست وكمان صاحبته مي جونج وهم قاعدين مع بعض وبيعرف انهم رباطية ومتفقين يوقعوه هو وجي وو مع بعض. وفي نفس الوقت صاحب البيت بيكلم كانج تاني عشان يكمل باقي الفلوس اللي عليه، فبيروح الخزنة عشان يجيب له فلوس. بيتفاجئ بجي وو هناك ودالق بنزين على المكان وماسك ولاعة وحالف لا يولع في المكان. فبيحاول كانج يشرح له بس مفيش فايدة، فبيوريله الكاميرات وتسجيلات تشون والست ومي جونج وان ده كله لعبة ملعوبة عليهم. فلسه هيقول له يا حبيبي يا كانج وانا اللي فاكرك واطي، بيتلسع والولاعة بتقع منه والنار بتوصل لأنبوبة غاز وبيتفجر المكان وبيغمى عليهم. ولما بيفوق كانج بيلم شوية فلوس لسه ما اتحرقتش وبيشيل جي وو وبيطلع من النار، واول ما بيطلعوا بيتقبض عليهم وبيتقبض كمان على تشون والست ومي جونج. وبعد 4 سنين بيطلع جي وو من السجن وبيلاقي ان عيادات التجميل انتشرت في البلد وبقت اكتر من السوبر ماركت، وبيكون رايح يقابل واحد عشان يشتغل معاه. لكن كانج بيظهر وبيقول لجي وو انه نصاب، فجي وو بيسلم عليه وبيسأله طلع امتى وبعدها بيسيبه وبيمشي بعد ما بيشكره طبعا انه انقذه يوم الحريقة. لكن طبعا الفيلم مخلصش هنا، كانج بيرجع لجي وو بيقول له انت فاكر اني هفرط فيك كده بسهولة؟ تعالى بقى انا عندي فكرة مشروع هايلة. وهنا بقى بيخلص الفيلم. لو وصلت لاخر الفيديو ده معناه انك عالمي ورايق. لو عجبك الملخص ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس واستنى كل جديد يا رايق.